يتقابل امام الزعيم بذكريات السنوات الجميله، بذكريات وتاريخ وعظمه وروعه نادي اسمه نادي الشارقه. ياتي بشكل جديد هذا الموسم ويتقابل امام حامل اللقب بالنسبه للدوري. خطيره جدا ملعوبه، لكن الكره مره ثانيه الى ركله مرمى يحتسبها حكم اللقاء عبد الله ناجي. عبد الله ناجي هو من يناجي الكره، وهو كمان عاوز يكون النهارده ستار في هذا اللقاء. شوف الكره والانطلاق عن طريق اللاعب اليكس بروسكي، لاعب اللي بيلعب النهارده سترايكر او اتاك، مهاجم صريح في السلبي قائم بالاهداف. رمي التماس على طول تاني بدر عبد الرحمن، يرد على طول تاني ميشيل باستوز. رادوي خطيره جدا، سالم خميس الباصه الحلوه، بص شوف ده خطير، ده خطير جدا خطير جدا، يروح لبره هوبا وركله جزاء لنادي الشارقه. خطير خطير خطير، ده ملوش حل، ده ملوش حل ملوش حل ملوش حل. اللاعب يوسف سعيد لعيب ستايلس ممتاز، وهنا الانطلاقه موجوده. انما شوف يا جماعه البروفيسور سالم خميس، شوف حطت الكره محطوطه، ونشوف القرار ونشوف الاختبار الحقيقي لعبد الله ناجي، ونشوف الكلام. هل عبد الله ناجي كان موفق في القرار بتاع ركله الجزاء، ولا عبد الله ناجي السيميليشن مشي عليه، ولا عبد الله ناجي عنده خطا مركب؟ شوف الكلام، شوف الحكايه، شوف السيميليشن. عموما الخبر اليقين ممكن يكون عندي 50% و50 مرة تانية عند فريد علي. هل ممكن 50 أو 60-40؟ أعتقد الكلام ممكن يكون في حكاية تانية. الكلام على مين؟ الكلام الآن على ركلة جزاء يحتسبها حكم اللقاء عبد الله ناجي. هل ممكن يكون لذكاء يوسف سعيد، ولا ممكن يكون حاجة تانية؟ الله أعلم. عموما حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء، وكلنا اطاعه واشاده واشاره لعبد الله ناجي. ركله جزاء على طول زي كارلوس في توقيت مهم بعد 18 دقيقه. ركله الجزاء اللي ممكن تشعل وتولع الماتش. ادي زي كارلوس وحارس المرمى على طول. اختبار حقيقي داود سليمان وزي كارلوس، اول هز للشريط في نادي العين. جول جول جول. زي كارلوس النجم الكبير يسجل اول هدف اللقاء، هدف في مرمى الزعيم عن طريق ركله جزاء يسجلها كارلوس فيريرا، مهاجم البرازيلي صاحب ال 30 عام، واللاعب اللي كان حصل على دوري ابطال اسيا وصاحب الهدف بتاع الفوز التاريخي بالنسبه لتشومبكو الكوري. سجل هدف الفوز في النهائي، ثم بعد ذلك لعب لنادي تشانجشون الصيني، ثم بعد ذلك ياتي لهذا المساء وياخذ ركله جزاء ويودي داوود في حته ويحط الكوره في اتجاه اخر. اذا ممتاز زي كارلوس، وركله جزاء وهدف اول لصالح نادي الشارقه. هدف اول للشارقه. هل ركله الجزاء ممكن يكون فيها قصه؟ هل ركله الجزاء ممكن يكون فيها حكايه؟ ادي اللاعب احمد خميس وهزاع سالم حاول يعمل معاه كتف، لكن المرزوقي المساعد الاول مساعد اللي يدي فاول، يدي فاول. ركله حره مباشره على طول لصالح نادي العين. كره من الجبهه اليمين المره دي. ادي رمي الخطا على طول تاني، ركله حره مباشره. خطا على طول جاي لها باستوز. كيكي فلوريس ورادوي، فلوريس ورادوي. محمد يوسف، كرة خطيرة. نادي العين بيحارب مع التعادل، 20 دقيقة متبقية. العين شكله مش هيسكت. الزعيم يبحث على التعديل الآن. الزعيم وركلة حرة مباشرة عن طريق باستوز. رادوي باستوز يحاولوا يظبطوها. رادوي وباستوز، باستوز ورادوي. يا ولد العيب يا رادوي، ممتازة باستوز، ممتازة ممتازة. لكن حارس مرمى عظيم محمد يوسف، حارس مرمى نادي الشارقة محمد يوسف ممتاز. وكرة خطيرة فيها ذكاء عالي من باستوز يطير عليها ممتاز الحارس محمد يوسف. وركلة ركنية على فريق نادي الشارقة. يضغط العين الآن ضغط كبير الزعيم. القرار بتاع الإنذار قرار 100-100، معظم القرارات إن لم تكن كل القرارات 100-100. هل الكرة موجودة خطيرة؟ حكم اللقاء زي اللعيبة. هوبا التعادل يا ولد، ممتازة. عالمي الزعيم، عالمي يا دياكي. الله على الأهداف، هي دي الأهداف ولا بلاش؟ هي دي الأهداف بتاع الكلاب يا جماعة. الحاجات دي بتاعت الفيديو كلاب يا دياكي يا حبيبي. الله 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 على الزعيم. لا لا، فيرست تايم فيرست تايم. عيدها. بص شوف دياكي، بص شوف الزعيم خبطت الكرة، لكن على طول يتعادل الزعيم بهدف جميل عن طريق اللاعب دياكي. ماتش ولا في الأحلام.
بص الكوره يمكن تكون لقطه معبره، ودياكيه ممتازه، فيرستايم جميله، كره قدم عظيمه عظيمه يسجلها اللاعب دياكيه ويتعادل لصالح الشارقه في احلى توقيت من عمر المباراه. استاد تخنون بن محمد، دياكيه الطريق يمشي قدامه، ادي اول كروس باص العرضيه، اول مره من الشمال، الهدف ياتي الان، اول مره من الشمال، العين يسجل بالراس. الله على الزعيم، الله 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 الله، غني غني يا فلوريس، غني يا كيكي، غني يا كيكي، غني يا كيكي. على فكره كيكي فلوريس من عائله فنيه، عنده خالته او عمته تقريبا اعتقد فنانه ممثله عظيمه اسبانيه. الان الفريق العيناوي بانامل هذا المدرب، بالانامل الاسبانيه، يعمل كره عرضيه اول مره الشمال يشتغل، يسجل العين عن طريق اللاعب بروسكي، هدف جميل عن طريق الاليكس، يسجل للزعيم هدف ثاني. بصوا شوف الجمله، بصوا شوف الحدوته، بصوا شوف الشمال، اول ما يشتغل العين بالشمال اول مره بعد 40 دقيقه ياتي الهدف. يا سبحان الله، جبهه كانت معطله تماما، جبهه كانت فيها ركود، لكن ياتي الان الركض وتاتي الفرحه وياتي. هيبقى خطا مركب، شوف الكوره، شوف فارس جمعه رايح على رجل اللاعب، هل هي بره الخط؟ هل هي جوه الخط؟ احتسبها بكامل محيطها جوه. والله مباراة الأوبن بوفيه مباراة فيها كل حاجة، مباراة فيها جمال التحكيم، وفيها الصراع في الماتش، وفيها تحول المباراة، وفيها تأخر نادي العين مع هذا المدرب 0-1، ثم تعادل الزعيم، ثم تقدم للزعيم، ثم ركلة جزاء أخرى لصالح نادي الشارقة. الله أعلم الدقيقة 70 ماذا ستحمل لهذا الجمهور الكبير. هل ممكن تحمل التعادل، ولا داود سليمان يقول لك لو غاب خالد عيسى العين يملك رجال للأوقات والأمطار الصعبة؟ إذا تدي ساعة مثيرة أخيرة، اللقاء ممكن يتحول بكامل أوصافه الآن. اللقاء ممكن يتحول، وزي كارلوس هو من سجل أول أهدافه في نادي العين التاريخية، والآن عنده ركلة جزاء تانية هياخدها زي كارلوس. سجل هدف في مرمى داود سليمان، واللقطة الثانية كلاكيت تاني مرة ما بين زي كارلوس وما بين داود سليمان. الشوط الأول حطها له على يمينه، الشوط الأول حطها له على يمينه، والشوط الثاني ركلة جزاء نفس اللاعب زي كارلوس وداود سليمان. ركلة جزاء لنادي الشارقة الثاني، ركلة الجزاء الثانية فرصة التعادل، والزعيم الآن في محطة مهمة مع الشارقة. زي كارلوس وداود سليمان، عالمي المرة دي على الشمال، الأولى على اليمين والثانية على الشمال. زي كارلوس يمضي، يوقع على كل السطور، وقع في شوط المباراة الأول على يمين الحارس، ويتعادل الشارقة الآن بنفس المنظر، بنفس النكهة، بنفس الشكل. إنه ركلة الجزاء عن طريق زي كارلوس في مباراة جميلة، مباراة 4 أهداف، 3 في الشوط الأول، وركلة جزاء ممكن تكون حدوتة أخرى من حواديت الكلام في شوط المباراة الثاني. إذا النادي العين هيجري تبديل آخر الآن في هذا اللقاء. مباراة جميلة والله، ممتاز نادي الشارقة لما يرجع بهذا الشكل، ممتاز لاعبي نادي العين برغم الغيابات المؤثرة على هذا الفريق، لكن يبقى العين هو العين، يبقى نادي العين بمن حضر، ويبقى بوناميجو مدرب عنده قراءة ممتازة، وهذا اللاعب بدر عبد الرحمن، والعملية النفسية